يتقدمون للبطولة وللكأس الغالية، لكن من يظفر بها، من يعود بالبطولة. هكذا هي الصورة على مستوى بطولتنا، وهذه البطولة التي جاءت في هذا الصيف الحامي وزادت حرارة الأجواء أكثر فأكثر. تأتي هذه البطولة ضمن فعاليات صيف طيبة وكأسنا، وتأتي بالشراكة الاستراتيجية مع تراث المدينة. جميلة هي اللحظات، جميلة هي الأوقات الرياضية التي مرت من هنا. من سعيد الحظ الذي يظفر منها بشيء، من يخرج من الكوكب اللامعة بشيء يلمع على أقل تقدير. إن لم يكن ذهبا فمن يحصد الفضة، وإن لم يكن فضة من يحصد النقود. هكذا هي الأمور. يا سلام يا سلام، يا الله يا الله على هذه البداية. رائعة الكرة، هل هي مقصودة يا زياد أم هي رمية من غير رامي؟ لكن شباب طيبة بفعل علوي أموره أوكي ماشية بحول الله على مستوى هذه البطولة. تحديات الموسم. يا سلام يا سلام يا سلام يا شباب طيبة، يا سلام يا شباب طيبة. تعود لصالح العبيد. العبيد في كرة أولى كانت ناجحة. أنا ما أقول لكم أنه بدأ يشعل الفتيل. كرة الرد لم تأتي لكنه أصبح معهم في هذه اللقطة. أنهم قادرين على التعديل. تكلمكم إمارة الجزاء وبطاقة حمراء. ركز برا برا برا. الكرة الحامية. يا الله يا الله يا الله. شباب طيبين يعودون من بعيد في هذه الصورة، لكن يريد أن ينهي دون وقت إضافي. يريد أن ينهي دون وقت إضافي بهذه اللقطة. الكرة الحاضرة واصلة. هل أنهاها؟ نعم أنهى الشوط المثالي. الشوط الثاني أيها السادة الكرام. الكرة عايدة من جديد لوسط الملعب يا العقيد، لوسط الملعب يا العقيد، لوسط الملعب يا العقيد يا العقيد يا العقيد يا العقيد يا العقيد. ينسيكم العناء في أرضية الملعب. والكرة ملعوبة. جول جول جول. هذا الحارس ابن فهد يا سادة في أرضية الملعب يوقع على الهاتريك. الكرة الحاضرة الآن يريد أن يلعب كرة طولية، كرة طولية غدارة. جول. يا سلام يا سلام يا الله. هذا التركي هل جاءوا به حارسا أم هو مهاجم في هذه اللقطة؟ طبعا اليوم سنلعب نصف نهائي، غدا سنتواجد في نهائي، وبعد غد إلى الأربعاء القادم. تخيل معي كل يوم يلمع ذهبا، وكل يوم سيكون هنالك بطل. أما بالنسبة لفعاليات الجيكارو أخبركم أني قد شاركت، وأخبركم أني بطلها من الآن. جنون يا نواف يا نواف. جول جول جول. الآن سنستمع. لا ليس الآن، أشبعتنا. شكرا يا تيجاني. صافرة النهاية. المبروك لشباب طيبة. هارد لك من الأعماق للعقيد. النهائي يوم الأربعاء القادم، لكن قبل ذلك يوم الاثنين القادم سيكون هنالك بطولة الشباب الرياضي. ألقاكم بإذن الله.